مرحبا، شلونكم؟ صباح الخير بالنسبة لتوقيتي، ومساء الخير إذا تشوفون الفيديو بوقت آخر. هذا الفيديو كثير مهم بالنسبة لكثير ناس أو لبعض الناس إنه عندهم موضوع اختيار الجامعة. شلون إحنا ممكن نختار الجامعة، أو إحنا أثناء فترة الدراسة بالمدرسة نفكر يا كلية ممكن راح نقبل، أو يا جامعة راح تكون مناسبة إلنا وتكون مفيدة. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. لأنه هذا الفيديو أعتبره أنا بالنسبة لي أساس للإنسان الصحيح والإنسان الناضج، الإنسان المتفائل، الإنسان راح يكون قدوة ويكون بارز بالمجتمع. كيفية اختيار مثل ما شفتوا بالعنوان، اختيار الجامعة أو اختيار التخصص حسب أولويات كلش مهمة طبعا. أنتوا أثناء فترة المدرسة لازم الطالب كنا نعرف أنه نهاية المتوسطة بداية الإعدادية لازم يكون عنده ميول أو هدف لتخصص معين، سواء كان أدبي علمي أو مهني. يعني بالنهاية راح يكون يحب مواد، مثلا يحب الجغرافيا، يحب الأحياء، يحب التاريخ. يعني مو مثلا أنا أروح أدخل تخصص أدبي أو علمي أو مهني لأنه جماعتي دخلوا هذا التخصص، أو لأنه مثلا أهلي كلهم داخلين علمي أروح أدخل علمي، أو لأنه مثلا أنا صرت مثل هذا الشخص وأدخل علمي إنه أنا أغرت منه، أو مثلا أنا راح أدخل على مود السمعة، أدخل على مود الفلوس. يعني هاي شوفوا، هاي من المدرسة، هاي أولويات لازم واحد يحددها من المدرسة. لأنه أنتوا أكيد مارين فيش مواقف وكتبوا لي بالتعليقات، شايفين تروحون تدخلون علمي أو أدبي من تختارون التخصص في المدرسة. مثلا هواي أحيائي كان سابق نظام أحيائي وهواي داخلين علمي وقليلين داخلين أدبي. يعني مثلا بالمدرسة تكون حوالي 4 شعب علمي، وتكون حوالي شعبتين أو شعبة أدبي. وهذا الشيء نشوفه بسبب الاندفاع وراء الطلبة، وراء مثلا آراء الناس وآراء الطلبة وجماعتهم فيما بينهم. يعني شايفين، فهذا الشيء كلش غلط، لازم تنتبهون إليه. يعني فاني لازم اعرف نفسي زين. اني هسه شو مثلا اختار التخصص اللي انا اريده. مثلا انا ما عندي هدف بحياتي، اني من خلال دراستي مواد او من خلال درجاتي، مثلا درجاتي اخليها بالسكند تشويس، يعني اختيار الثاني. يعني احتمال اني قريت هوايه وجتني درجات مو زينه، فما تعتبر مقياس يعني تنتبهون إلها. بس انتوا تنتبهون لنفسكم، انتوا يا ماده شو انتوا مرتاحين بيها، مواد ادبيه، مواد علميه، ادخلوا التخصص اللي يعني اريده. هذا شيء جدا مهم، انتبهوا عليه. وراها شغلة تكونوا مسيرتكم باختيار التخصص الكلية أو الجامعة. هذا الشيء جاي أكو الطلاب يختارون تخصص الكلية أو الجامعة لأنه هم ناضجين باختيار التخصص. ليش؟ لأنه عندهم باك جراوند، خلفية باختيار الأدبي والعلمي أو المهني. الفرق هذا جدا مهم ويأثر. طبعا أنا مثلا اختاريت قسم مهني أو قسم مثلا أدبي، وحاطة بالي أن التخصصات الأدبية شنو هما. مثلا قانون، إعلام، صحافة، إدارة أعمال، إدارة اقتصاد، كلها أخليها ببالي وأعرفها من خلال الخامس إعدادي أو السادس إعدادي. أخلي هاي التخصصات ببالي وأخلي هدف إنه أنا أجيب هذا التخصص مثلا، وأبدي أقرأ على أساسه عمود أجيبه. بعد ما جبته والحمد لله مثلا، أبدي إنه أنا أسأل وأستفسر مثلا أثناء العطلة بعد المعدل مال السادس. هاي التبس أو التريكس كلش مهمة، يعني أخذوها من مجرب، لأنه أنا هم سأله هواي ناس مثلا، ودا أجمعها لكم. أي أحد عنده نصيحة بخصوص هذا الموضوع أو مجرب هيجي يكتب بالتعليقات. فأنا مثلا بعد ما طلعت معدل مثلا بالسادس مثلا وأريد أختار تخصص، خلا بالي تخصص مثلا القانون، او مثلا تخصص مثلا الهندسه. فانا هذا التخصص من اختاريته يعني، فانا ما اعرف ان يا جامعه تقبلني لان ما اعرف القبولات، بس ممكن اعرف معدل يقبل هذا الشيء، يعني يقبل تخصصات الهندسه او القانون. فشو اسوي مثلا؟ اروح استفسر بالجوجل، اكتب باليوتيوب، اشوف ناس داخلين نفس هذا القسم واستفسر اكثر من شخص، لان احتمال شخص يعطيني نظره ايجابيه واحتمال شخص يعطيني نظره سلبيه. بالنهايه انا لازم اكون اتخذ القرار باي ماي سيلف، اتخذ القرار بنفسي، لانه انا راح ادرس هذا القسم، واكيد اخذ اراء اهلي، اراء اخواني او خواتي يعني الاكبر مني والفاهمين، وبعدين اني I'll make my own decision انه اني اسوي قرار الخاص بي. بعد هذا الشيء يعني لازم أعرف الجامعات الموجودة بالعراق اللي تقبل معدلي، أو خصوصا بمحافظتك يعني مثلا. وبالنسبة إلي يعني صراحة أشوف إنه اختيار الجامعة بمحافظتك تكون كلش أفضل، لأنه الطريق والدراسة تكون صعبة. إحنا بداخل بغداد وجامعة بعيدة وكلش نتبهدل، ولا عاد جايين مثلا مناطق بعيدة. ويبقى حسب كل طالب، ما أعرف شنو، أكو طلاب عندهم أهداف يعني وخطط إنه هم يدرسون جامعة بغير محافظة، يعني ما أعرف. اكو لا ما تقبل معدلهم، فوالله هاي بحث اخر. بس اكو طلاب يعني اكو جامعه تقبلهم بمحافظتهم بس ما يروحوا لها.
يعني ما أعرف ليش هذا يعني النظرة هذه موجودة. المهم شغلة ثانية إنه أنا من أختار الجامعة أختارها بمكان قريب على السكن مالتي، بنفس الوقت أتأكد إنه هذه الجامعة معترف بيها. يعني مثلا ما أروح جامعة أهلية أو جامعة، يعني لازم تعرفون هذا الشيء جدا مهم. يعني بعدين لا سمح الله أكو جامعات تنسد أو ما يعترف بيها، يعني هذه الأمور الإدارية شايفيها، يعني لازم تنتبهون لهاي المسألة يعني. وهذا الشيء تسألوه مثلا لأصحاب الخبرة أو الاختصاص، وتبحثون بالجوجل هواية، ومو كل شيء مقالة بالجوجل ترى صحيحة. انتبهوا، سألوا ناس داخلين بهذا القسم أو بهاي الجامعة يعني. فاني اروح افتر مثلا انا اخذ اخويا اخذ ابويا اخذ امي وافتر بالكليه، اروح حتى بعدني مداومه يعني اسالهم انه هذا القسم زين لو لا، اشوف الجامعه حلوه لو لا. طبعا شكل الجامعه مو كلش ضروري بالاساس، الاساس هو السمعه مالتها، اساس انه الدراسه مالتها شلون صايره، الطلبه، القسم سهل صعب بالنسبه لي يعني. بشوفون هاي الاولويات اختاروها وكتبوها برقه، لازم انتم يعني من تخصصات عندكم 1 2 3. تفهموا قصدي؟ هواي طلاب شفتهم غيروا الجامعة مالتهم وحتى غيروا التخصص، يعني قسم حاولوا أدنى أو راحوا غير محافظة بسبب البعد أو المسافة يعني. وشايفة حقيقة يعني منهم جماعتي أصدقائي كانوا بالجامعة يعني غيروها وراحوا غير جامعة. اكو بنية قالت لي منال انا هذا التخصص بعد ما اقدر عليه صعب غيرته. فكثير عارفة يعني ناس، واذا انتم هم تعرفون ناس كتبوا لي بالتعليقات، لانه احنا لازم ننقل الواقع للناس. وبنفس الوقت يعني اذا انا كنت اداوم مرحله جديده او دا اداوم مرحله اولى او دا اداوم مثلا نقلت نقل حتى مدرسه او جامعه يعني، وخايفه المكان جديد علي واشوف نظرات غريبه واسمع كلام جانبي، I will not care، ما اهتم، لانه كلهم مروا بنفس الموقف. يعني اكيد واحد منهم جاي جديد، اكيد واحد منهم ما طفر بسرعه مرحله ثالثه او رابعه، اكيد كانوا مرحله اولى مثلي يعني. فأنا ما أهتم لهاي السوالف الجانبية، هاي خلوها نقطة ببالكم يعني. ولا تتصنعون، يعني أنتم حاولوا تكونون على طبيعتكم، بمعنى أنه مثلا أنا أقول مرحلة أول صف اللي يعجبني يعني. واكو مصطلحات، اكو ناس يعني خالين فيديوهات كامله لتعليم مصطلحات المرحله الاولى. هي اوكي ما بيها شيء وعادي واحد يطلع عليها، بنفس الوقت يعني لا تكلفون نفسكم زايد يعني. اوكي، ويا ربي all the best، كل التوفيق بالنسبه لكم. هاي بالنسبة للتريكس أو تيبس حبيت أقدمها بخصوص اختيار الجامعة أو اختيار التخصص اللي يبدي من المدرسة لأن ينبع من أساس قوي. وبعد شنو مثلا، وبهذا حسابي على الانستغرام أمامكم على الشاشة. هناك مرات أنزل ستوريات سريعة ممكن تفيدكم، وبنفس الوقت إذا ما عندكم انستغرام حسابي على الفيسبوك الوحيد، هذا حسابي موجود أمامكم. وانتبهوا طبعا لأي حسابات غير قانونية أو غير رسمية، يعني ما تابع علي وأنا مسؤولة بتاتا عن أي تصرفات تصدر من عندهم. حساب الفيسبوك وحساب الانستغرام اللي أمامكم فقط هذه اللي أنا خاصة بي، ودائما أنوه وأنشر عنهم بالانستغرام أو باليوتيوب. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. Hope to see you soon in next video. Bye bye.